السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو القصير الموجه للإخوة المغاربة. أعلنت كندا عن إعفاء فئة من المغاربة من الحاجة إلى تأشيرة لدخول ترابها إلى جانب مواطني 12 دولة أخرى، والاكتفاء فقط بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني الذي يمكن الحصول عليه في دقائق. الإعفاء من الفيزا الكندية لن يكون متاحا لجميع المغاربة، فقد حددت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الفئة المستهدفة من هذا الإجراء، وتهم المغاربة الذين حصلوا على تأشيرة كندية خلال ال10 سنوات الماضية، أو المتوفرين حاليا على تأشيرة صالحة للولايات المتحدة الأمريكية صادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة. وسيكون على المغاربة الذين يتحقق فيهم أحد الشرطين التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني أوفى، وهو إجراء يكلف $7 كندية، فيما تتم الموافقة على غالبية الطلبات في هذا الصدد تلقائيا في غضون دقائق معدودة عبر موقع خاص لهذا الغرض. تصريح سالف الذكر عبارة عن وثيقة سفر رقمية يجب التوفر عليها من طرف المسافرين المعفيين من التأشيرة لدخول كندا عبر الجو، ويتطلب فقط التوفر على جواز سفر ساري المفعول وبطاقة بنكية وعنوان بريد إلكتروني. وقد تم إصدار حوالي 20.9 مليون تصريح إلكتروني منذ بدء اعتماده في غشة 2015. ومن الدول الأخرى المستفيدة من هذا الإعفاء توجد البرازيل وكوستاريكا وبنما وسيشل وتايلاند وأوروغواي. وتتوقع وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة أن تستقبل كندا العام المقبل حوالي 200,000 من الزائرين من الدول 12 المعفاة. وتراهن كندا على توسيع دائرة الإعفاء من تأشيرة الدخول لجلب عدد متزايد من المسافرين من البلدان سالفة الذكر، لتحقيق عائدات سياحية إضافية تقدر ب$160 مليون، كما أن عددا منهم قد يفكرون في الاستقرار النهائي في البلاد في ظل الطلب المتزايد على اليد العاملة.